بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. الحكاية بتبدأ في بيت قديم مع الراجل العجوز شان كان بيتفرج على التلفزيون وبيفطر، لكنه اتفاجئ إن الباب بيخبط، وأول ما فتحه لقى إن في موظف حكومي معاه مجموعة ضباط جايين عشان يجمعوا الضرايب، بس للأسف شان معهوش أي فلوس، والضباط بدأوا ياخدوا كل ممتلكاته. وهنا الموظف الحكومي لقى شهادة بتثبت إن شان معلم كونج فو محترف، لكنه فضل يضحك عليه وقال إنه عجوز ضعيف. فشان اتعصب وضربه ضربة بدماغه دمرته تماما، وأخد شهادته عشان ينضفها. بعد كده افتكر أيام زمان لما كان صغير. شان اتدرب على الكونج فو مع أخوه وأخته، وكان خبير بفن الرأس الحديدية، ده غير إن والده هو اللي كان بيعلمه، وقال ليه هو وإخواته إنهم لازم يدافعوا عن الضعفاء ويبعدوا عن الشر. وهنا بترجع بينا الأحداث للوقت الحاضر، وبنعرف إن شان قاعد على الأرض لأن الضباط أخدوا كل ممتلكاته، لكنه اتفاجئ لو يبقى مجرم خطير، وعرض على شان انه يسلفه مبلغ مالي كبير، لكن شان رفض وقال ان عمره ما هيتعامل معاه لانه غدار. بعد فترة قصيرة شان خرج للشارع وبدأ يفكر هيجيب فلوس ازاي، وبالصدفة لما كان بيتمشى شاف عصابة من بعيد فتتبعهم وطلب يقابل قائدهم عشان يشتغل معاه لانه محتاج فلوس بأي شكل. قائد العصابة كان اسمه زاهو، ورفض يشغل شان لانه فاكره راجل عجوز ملهوش لازمة، وأمر مساعده يطرده. بالليل بنت شان وحفيده حضروا عشان يزوروه، واتفاجئوا إن البيت فاضي. في البداية بنت شان طلبت منه يبيع البيت لأنها محتاجة فلوس عشان تصرف على ابنها، فشان اتعصب وقال إنه مستحيل يبيع البيت بأي تمن لأنه ورثه من والده. في النهاية بنت شان زعلت منه بشدة وطلبت منه يخلي باله من ابنها لأنها بتضطر تشتغل طول الليل والنهار. شان قعد يلعب مع حفيده ساعات طويلة لحد ما نام، ولما كان بيوصله المدرسة بالصدفة شاف لو من بعيد وعرف انه شغال مع عصابة زاهو، فأعطى حفيده للمدرسة واتسلل بهدوء لحد ما قفز قدام عربية لو. طبعا أفراد العصابة اترعبوا لأن شان اتخبط قدام الناس كلها وممكن يبلغ البوليس عنهم، لكن شان قال انه عايز يقابل زاهو عشان يتكلم معاه. بالفعل شان وقف وش لوش قصاد زاهو وقال انه عايز ينضم لعصابته لأنه محتاج فلوس بأي شكل، فزاهو قال انه هيختبره الأول عشان يعرف قوته الحقيقية. أما شان حس بسعادة لأنه حقق هدفه أخيرا. بعد كده انطلق عشان يقابل أخوه وأخته اللي كانوا بيتدربوا معاه على الكونج فو. أخو شان الصغير بقى معلم فنون قتالية زي والده بالظبط، واتدرب مع شان وباقي إخواته، لكنهم بعد ما خلصوا تمرين بدأوا يتكلموا مع بعض. وهنا شان قال إنه زهق من عيشة الفقراء وعايز يبقى غني بأي شكل، فأخوه الصغير قال له الفلوس ممكن تفسدك وتسبب لك مشاكل، لكن شان ما سمعش كلامه وكسر الطاولة بدماغه. بعد كده قال لإخواته ولكل الناس في الشارع إنه هيستخدم فن الرأس الحديدية عشان يبقى مليونير. بعد فترة قصيرة جوز بنت شان اللي شغال ظابط حضر عشان يزوره، وكان معاه ظرف مليان فلوس لأنه عايز يساعده، لكن شان طرده من قدام بيته ورمى الفلوس في وشه. بعد كده بدأ في الشغل مع العصابة. أول مهمة شان استلمها كانت إنه يرجع مبلغ مالي من راجل غني رفض يدفع الفلوس لزاهو، لكن أول ما الراجل شافه استهزأ بيه ورفض يتكلم معاه، بس شان تتبعه لحد ما دخل مطعم فاخر وأهانه قدام أصدقائه. طبعا الراجل اتعصب وكسر إزازة على دماغ شان، فشان استغل الفرصة وعمل إنه اتصاب بشدة. بعد كده كسر إزايز تانية وقال إنه هيبلغ البوليس وهيتهم الراجل إنه عايز يقتله، فالراجل حس بالرعب وساب كارت الفيزا عشان يدفع المبلغ المالي، وبكده أول مهمة لشان تمت بنجاح. أما زاهو حس بالإعجاب الشديد وضم شان للعصابة بشكل رسمي. من اليوم ده شان بقى يستهدف الناس الأغنياء واستخدم تقنية الرأس الحديدية عشان يمثل إنهم ضربوه، وكان بيهددهم إنه هيبلغ البوليس لحد ما جمع أموال ملهاش حصر لزاهو وعصابته. ده غير إنه بقى غني جدا ومعاه فلوس كتير لدرجة إن إخواته شكوا فيه وما كانوش عارفين هو بيعمل إيه بالظبط. أما لو بدأ يحس بالغيرة لأن زاهو بقى يحب شان أكتر منه، وقرر إنه يتحداه قدام كل أفراد العصابة. التحدي ما بين شان ولو كان في جمع الفلوس، واللي يقدر يجمع 300 ألف دولار في 3 أيام يبقى هو الكسبان. فشان قبل التحدي وزاهو قال له يستعد لأن لو ملهوش أمان. بعد فترة قصيرة لو وأتباعه وعملوا كمين لشان، وأول ما بدأوا يضربوه على دماغه لو قال لهم إن راسه حديدية وأمرهم يضربوا شان في رجله لحد ما وقع على
الأرض. وهنا لو أخد شيك بمبلغ مالي كبير من جيب شان وقطعه عشان يخسر التحدي، فشان حس بالحزن ورجع البيت وهو مصاب بشدة. بس المشكلة إنه لما كان بيكلم واحد من عصابة زاهو عشان يستلم منه فلوس، بنته وجوزها الظابط حضروا، والظابط قال لشان يبعد عن عصابة زاهو لأنهم خطيرين جدا، لكن شان رفض يسمع كلامه وقفل الباب على نفسه هو وحفيده عشان بنته وجوزها يسيبوه في حاله. تاني يوم شان حاول ينصب على شاب عشان ياخد منه فلوس لعصابة زاهو، لكن الشاب فقد أعصابه وضرب دماغه بشدة، فشان حس بالقلق عليه واضطر إنه يسيبه في حاله. أما لو الندل كان بيراقبه طول الوقت وقال لزاهو إنه ملهوش لازمة وهيفشل في التحدي. أول ما شان روح البيت اتفاجئ إن إخواته عاملين له كمين وسألوه هو اشترى كل الحاجات الغالية دي إزاي، فشان قال لهم على الحقيقة واعترف إنه شغال في عصابة. طبعا إخواته اتصدموا منه وقالوا إن لو والدهم لسه عايش هيحس بالعار لأنه بقى مجرم حقير. لكن أول ما شان أظهر الفلوس إخواته التلاتة ما صدقوش عينيهم وقالوا إنهم عايزين يشتغلوا معاه لأنهم مفلسين وعلى الحديدة. بالفعل شان وإخواته عملوا فريق رهيب واستخدموا مهاراتهم الخرافية بالكونج فو عشان يراقبوا الناس ويجمعوا فلوس كتير، وبكده شان ممكن يكسب التحدي ضد لو. تاني يوم شان رجع للشاب اللي رفض يدفع له الفلوس، بس المرة دي كان معاه إخواته. وأول ما الشاب طلب منه يمشي ويسيبه في حاله، أخت شان استخدمت فن الحنجرة الحديدية وبدأت تزعج الشاب بصوتها طول الليل والنهار لدرجة إنه مبقاش عارف يشتغل أو يعيش حياته. ده غير إن زوجته قالت له إن هو السبب في اللي بيحصل لأنه اتورط مع عصابة زاهو من البداية. فالشاب فضل يعيط وما كانش عارف يتصرف إزاي لحد ما والدته قالت إنها باعت البيت عشان يسدد ديونه للعصابة ويتخلص من شان وإخواته. في الوقت ده لو قال لزاهو إنه كسب التحدي لأن شان لسه ما جمعش الفلوس. بس فجأة شان دخل مع إخواته التلاتة وسلم زانج $300,000، فزانج هرزق له قدام العصابة كلها وقال له أنت فاشل ملكش لازمة. بعد كده رقى شان لأنه أثبت كفاءته. للأسف شان وإخواته أصبحوا مجرمين ملهمش حل وبقوا يجمعوا فلوس أي شخص مديون لزاهو لحد ما أصبحوا أغنياء جدا واشتروا كل اللي نفسهم فيه. ده غير إنهم بدأوا يعلموا أفراد العصابة أساليبهم السرية بالكونج فو عشان ياخدوا من زاهو أموال أكتر وأكتر. وبكده شان وإخواته التلاتة الفلوس أفسدتهم ومبقوش يحترموا الفقراء. بالليل شان عمل احتفال كبير بسبب عيد ميلاده ودعا كل أفراد العصابة، لكن أول ما بنته وزوجها الظابط حضروا مع حفيده الظابط حس بالقلق لأن المكان مليان مجرمين. أما ليه فضل يراقبهم من بعيد في صمت. وهنا زاهو اتصل على شان وقال له إن في راجل مهم عايز يقابله. شان وإخواته ركبوا سيارة ليموزين ضخمة وهناك قابلوا تاي. تاي هو رئيس العصابة الحقيقي وزاهو يبقى مساعده. بعد كده قال لشان إن هدف العصابة هو إنهم يسلموا فلوس للفقراء ويبتزوهم عشان ياخدوا ممتلكاتهم. فشان اتضايق بشدة لأن ضميره بدأ يصحى وعرف إن اللي بيعمله غلط. تاني يوم لو فضل يتخانق مع بنت استلمت فلوس من العصابة وما قدرتش تسددها، فواحد من اخوات شان مثل انه بيتضرب عشان يخوفها اكتر واكتر. اما شان كان مصدوم من اللي بيحصل لانه بقى مجرم حقير، واول ما روح البيت فضل يبص لكل حاجة غالية بيمتلكها. بعد كده عرف ان الفلوس ما بتشتريش السعادة، ولما اتصل على بنته الوحيدة رفضت ترد عليه لانه بقى يتجاهلها من اجل شغله مع العصابة. فراح يقابلها بنفسه وعرض انه يشتري لها بيت ضخم جدا، لكن بنته اتخانقت معاه وقالت انها مش عايزة منه فلوس لانه اهملها ومبقاش يتكلم معاها زي زمان. ده غير انه اشتغل مع عصابة مجرمين بتذل الابرياء وقفلت الباب في وشه. من هنا شان انطلق للمدرسة واخد حفيده عشان يتفسح معاه هو واخواته. شان قضى وقت ممتع مع اخواته وحفيده الوحيد وحس بالسعادة لأول مرة من فترة طويلة. لكنه هو بيتجول على الشط بالليل قابل السيدة اللي باعت بيتها عشان تدفع ديون ابنها للعصابة، واكتشف انها عايشة في خيمة بسيطة. بس المشكلة ان حفيدة السيدة دي تبقى زميلة حفيد شان في المدرسة، والاتنين قعدوا يتخانقوا مع بعض. وهنا شان حاول انه يعطي السيدة فلوس لكنها رفضت وفضلت تشتم فيه لانه اذاها هي وابنها. اما حفيده اتخانق مع حفيدة السيدة، ولما حاول يضربها بإزازة شان اتصدى للضربة، والأول مرة في حياته راسه اتصابت وبدأ ينزف دم، فعرف انه مبقاش قوي زي زمان. حتى اخواته ما كانوش مصدقين عينيهم. تاني يوم شان وقف يتكلم مع اخواته وقالوا ان لو والدهم لسه عايش هيحس بالعار منهم لانهم استخدموا مهاراتهم بالكونج فو للشر. وهنا شان افتكر ان والده اتصاب لانه كان بيدافع عن سيدة مسكينة من حرامي، وفي ضابط ضربه
بالنار بدون قصد، لكنه قبل ما يموت قال لشان واخواته التلاتة انهم لازم يدافعوا عن الضعفاء والابرياء مهما كان الثمن، لان الفلوس مش هي سر السعادة. وهنا تاي رئيس العصابة اتصل على شان وقال انه عايز يقابله. بعد فترة قصيرة شان وقف وش لوش مع تاي وطلب يتكلم معاه على انفراد. في البداية شان قال لتاي ان عصابته بيستغلوا الناس الفقراء عشان ياخدوا ممتلكاتهم، فتاي قال انه ما بيجبرش اي حد يستلف منه فلوس، ووعد شان انه هينتقم منه لانه وقف شغل معاه. اول ما تاي ساب شان ومشي اخواته نادوا عليه وقال ان العصابة خطفوا حفيده وهربوا بيه. طبعا شان حس بالغضب وقال ان هو واخواته لازم يصلحوا اخطائهم لانهم السبب في كل اللي بيحصل. بعد كده لبسوا واقيات رصاص واخدوا اسلحتهم عشان يقاتلوا العصابة. بالفعل شان واخواته اقتحموا مقر العصابة وثبتوا كل المجرمين في مكانهم، بس اخت شان العبيطة كشفت ان الاسلحة اللي بيستخدموها مجرد العاب. فتاي اتعصب بشدة وامر اتباعه يقبضوا على شان واخواته. اما لون نادل حس بالشماتة وبدأ يهزقهم واحد ورا واحد. قبل ما تاي يخلص على شان فجأة قوات البوليس الخاصة اقتحمت المكان، وهنا بنعرف ان الضابط جوز بنت شان كان بيراقب كل اللي بيحصل وعمل كمين للعصابة عشان يقبض عليهم وينقذ ابنه من الخطف. في النهاية أفراد العصابة اتمسكوا كلهم وبنت شان حضرت عشان تطمن عليه وتتأكد إنه بخير. فشان قال إن أهم حاجة في الدنيا هي العائلة لأن كتر الفلوس ممكن يسبب الفساد. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.